الدور النهائي لكأس تونس الأداني والإجماع بين الجارين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي وبحضور جمهور غفير كان لقاء ممتع وشيق. وصلنا قسمهم هما بطولة نحن كاس. ربي يوفقنا حتى خاطر لعبنا مرتين وشفناه كيفاه وإن شاء الله نربحوا تو. بدا اللقاء بقوة من طرف النادي الافريقي اللي يتواصل من افتتاح النتيجة عن طريق اللاعب محمد حاج علي في دقيقة 13 من الشوط الأول. بعد الهدف يكثفوا أبناء الترجي الرياضي التونسي من عملياته. أخطر العمليات كانت تجي من أقدام محرز العرعوري اللي يتواصل إلى التعديل في دقيقة 20 عن طريق ضربة جزاء ينفذها بامتياز وتصبح النتيجة هدف من جهتين. في ظرف 8 دقائق يجاوب لاعب النادي الافريقي اسامه القروي وبهدف يساعد به الفارق وتصبح النتيجه 2-1 لصالح النادي الافريقي. الهدف هذا اعطى حيويه كبيره للاعبين فوق الميدان خاصه للترجيين اللي يتوصلوا للتعدين عن طريق العرعوري بتسديده قويه واللي ينتهي على اثر الشوط الاول بنتيجه هدفين مقابل هدفين. في الشوط الثاني استغل النادي الافريقي عامل الريح الشيء اللي خلاه يضغط نوعا ما على دفاع الترجيين. وتمتعنا والحق يقال فنيات كبيره وكره قدم حديثه تبشر بكل خير بين الفريقين. وقبل نهايه المقابله ب8 دقائق يتحصل النادي الافريقي على ضربه جزاء ينفذها حسام المهدي بامتياز وتصبح النتيجه 3-2 لصالح النادي الافريقي. وهكا يتقاسموا الجارين الألقاب حيث يتحصل الترجي الرياضي التونسي على البطولة والنادي الإفريقي على كأس تونس وتكون قسمة خيان عادلة 100%.